تفتكر في يوم بيتك هو هيكون خط الدفاع الأخير ضد نهاية العالم؟ في 6 أغسطس سنة 1945 الساعة 8 وربع الصبح تحديدا، الناس في هيروشيما كانت في يوم عادي جدا، وفجأة بيشوفوا فوقهم طيارة، لكن ما يميزوش طيارة إيه، نظرا إننا وقتها كنا في الحرب العالمية التانية. الطيارة دي بتقرب وترمي على المدينة قنبلة تؤدي إلى نور هايل جدا أكن الشمس وقعت على الأرض، وفي لحظة كل حاجة حوالين مركز الانفجار اتبخرت، حوائط، مكاتب، بشر، المباني هناك ما وقعتش، المباني اتبخرت. الحرارة وصلت ل 4000 درجة مئوية، وموجة ضغط سرعتها 1000 كيلو متر في الساعة، بتمشي في الشوارع زي تسونامي كده في الهواء بيشيل كل الناس في طريقها. في ناس من الإشعاع اتحرقت مكانها، وفي ناس ظلهم اتطبع على السلالم وعلى الصخور من شدة درجة الحرارة في ظاهرة اتسمت الظل النووي. أكتر من 140 ألف إنسان ماتوا في اللحظة دي، ما كانوش بيحاربوا وما كانوش في معركة، هم ماتوا بسبب قنبلة واحدة وهم في بيوتهم. الناس وقتها كانت بتسأل إزاي البيت اللي كان هو المفروض مصدر حمايتك يتحول إلى مصدر ضعفك. المعماريين وقتها تساءلوا هل في حل معماري يقدر يصمد قدام قوة كبيرة زي دي؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة وأكتر شوية. معاكم محمد فريد، وده معماريين. مش بتلاحظ انه في صواريخ بتنزل في اماكن معينه ما بتعملش وراها تدميرات كبيره بالحجم المتوقع؟ تفتكر عشان دي مسرحيه؟ في بدايه الخمسينيات العالم بدا في سباق تسلح نووي. الخوف كان هو المسيطر على الكوكب كله، العالم شكله هينتهي ولازم يكون في طريقة الناس تحمي بيها نفسها. بدأ بقى تظهر مدارس معمارية تصميمية جديدة بتقولك باختصار طيب لو مفيش مكان آمن على الأرض ما ننزل تحت الأرض. بدأ هنا بقى التفكير في بناء مدن وبيوت تحت الأرض اللي هي الملاجئ. تعال نفكر نبدل الطوب في المباني بخرسانة مسلحة وذات سمكات عالية شوية، والأبواب طبعا تبقى فولاذية ومقاومة للانفجار. أكيد بقى وأنت تحت الأرض وفي غرفة خرسانة بتبقى محتاج شوية هواء، فهيبقى في أنظمة تهوية وتنقية هواء بأنظمة متقدمة. طب هنجيب كهرباء منين؟ فنعمل مولدات كهرباء مستقلة، وده لأن الملجأ ممكن نفضل فيه أيام وأسابيع وممكن شهور، فبالتالي برضه لازم يكون فيه مخزون مية ومخزون طعام يكفيك الفترة دي كلها. وعلشان ما تحسش بأي غربة في الملجأ لازم يكون فيه صالات طعام، في غرف نوم، يكون فيه مسبح، وأحيانا كمان يكون فيه سينما منزلية وصالات رياضية طبعا. الهدف من كل ده كان إن احنا نعمل بيوت بتوفر الأمان الكامل ضد الضربات النووية أو البيولوجية أو حتى النيازك. البيت بقى أصبح شبه وحدة طبية مغلفة بس بالخرسانة المسلحة، في كل حاجة للحياة، بس للأسف هو بعيد عن الشمس. ظهر بقى وقتها شركات كتير حطوا أسس لبيوت النجاة من النووي، بيزنس بقى وماشي الشغل يعني. شركة فيفوز الأمريكية هي أحد الشركات اللي كانت موجودة في الوقت ده، وكانت مسؤولة عن تصميم الملاجئ اللي بتواجه الأخطار النووية والغير نووية، سواء تعملها للأفراد أو للجماعات، واللي كانت من أشهر الشركات عالميا في المجال ده. مشاريعها كانت بتجمع بين الأمان المعماري الفائق والرفاهية، وبتستهدف شريحة واسعة جدا من العملاء من رجال الأعمال والمشاهير، يعني الفقراء والكحانين لا. من أشهر مشاريعهم فيفو إكس بوينت داكوتا، وده كان أكبر مجمع ملاجئ خاصة في العالم، أكتر من 565 قبو فردي، كل واحد منها قابل للتخصيص بالكامل حسب رغبة العميل. كل ملجأ منهم مساحته حوالي 205 متر مربع، يستوعب لغاية 24 شخص. الصور اللي بتتعرض دي مش صور مقابر، دي صور الملاجئ الآمنة للإشعاع اللي موجودة كلها بالكامل تحت الأرض. ظهر برضو مدن أخرى في ألمانيا وسويسرا وبولندا ومدن تانية كتير، لكن الكلام ده كان حكر فقط للأغنياء أو الجيوش. هو في سؤال، يا إما أعيش في بيت غير آمن يا إما أعيش في قبو تحت الأرض، هل مفيش حل تاني خالص؟ في الخمسينيات بدأ يسطع ضوء باول لازلو كمهندس معماري، بنى وصمم ملاجئ تحت البيوت الأصلية لأصحابها، مش مجرد بدروم أو قبو. عمل أسانسير ينقلك من بيتك للملجأ، وعمل تصميم اساس فاخر جدا موجود جوه الملاجئ، وطبعا لازم يكون في نظام تهويه مستقل، واضاءه بتحاكي النهار وبتحاكي الشمس عشان ما تحسش بالعزله، ومساحات معيشه واكل واسترخاء. لازلو قال لو النهايه جايه فانا احب استقبلها وانا قاعد على كنبه مريحه. للعلم يعني بلاد كتيره في العالم اقروا وقالوا احنا لازم نعمل ملاجئ محصنه تحت الارض لكل البيوت، زي سويسرا مثلا، وفي بلاد عربيه زي الكويت مثلا ليهم اكواد خاصه بالملاجئ تحت الارض. انما الحقيقه الاعلام في الولايات المتحده كان لسه مش معترف قوي بحجم الخسائر اللي سببها في مدينه هيروشيما وناجازاكي، ومش مفهمين الطبقات الافقر بالماساه الحقيقيه اللي بتواجه المجتمع، لدرجه انه ظهر على التلفزيون وقتها حمله اسمها داك اند كفر، اللي هو ادفن نفسك وتغطى اول ما تقع قنبله نوويه وانت هتتخطى الاشعاع. كان في حملات توعيه بتقول لك اقفل الشباك لو في نووي، اللي هو النووي يعني يكون داخل عليك البيت فيلاقي الشباك مقفول فيقوم لافف وراجع تاني، ما انت قافل الشباك بقى. كلام يعني في منتهى السذاجه. ومعلش بقى خليني اقول لك ليه الكلام ده يضحك بامثله حقيقيه. في سنه 1986 مفاعل تشيرنوبل المفاعل الرابع تم انفجاره بسبب خطأ معملي، يعني خطأ في المعمل حصل اثناء تقصير اليورانيوم. الكارثه سببت اشعاع
مشي في السحابه 70% من الاشعاع ده وقع على بيلاروسيا واوكرانيا وروسيا، ولكن السحابه المحمله بالاشعاع ده وصلت لبلاد كتيره جدا زي السويد والمانيا، فرنسا وبولندا ورومانيا وايطاليا والنمسا. بعض الايام وصل التلوث لبريطانيا وايرلندا، ده حتى جزء من الغبار النووي اتسجل في كندا واليابان. شباك مين حضرتك اللي هو في صدى الاشعاع؟ دي سحابه بتتحرك مع الرياح. الاشعاع ادى الى ان عشرات الالاف من الاطفال في اوكرانيا وفي روسيا وفي بيلاروسيا يجي لهم سرطانات الغده الدرقيه بسبب اليود المشع. للاسف الشديد لغايه النهارده في اطفال اتولدت بتعاني من التشوهات الجينيه او الامراض المزمنه. في بعض مناطق الغابات الحيوانات ماتت في خلال ايام. في غابات هناك اتحولت اسمها الى ريد فورست او الغابه الحمراء بسبب اليود المشع اللي الغابه استقبلته وامتصته. تفتكر مع كل ده هيفرق معاه انك تقفل الشباك او تفتحه؟ الخطط في الوقت ده كان لازم تكون الاخلاء الفوري او اللجوء الى الملاجئ لفتره من الزمن، وفي الاخر تطلع ببدلتك المضاده للاشعاع وتخرج زي الباشا تعيش في اي مكان تاني. انما برضه وقت الكارثه دي الاتحاد السوفيتي ما كانش معترف ان في كارثه، الى ان تفاقمت الامور وخرجت عن السيطره. وقتها حاولوا ان هم يسيطروا على الكارثه دي، انه نعمل ايه؟ تعالوا ندفن المفاعل. وفعلا عملوا تابوت من الخرسانه، استخدموا 400 الف متر مكعب خرسانه و7000 طن من الفولاذ او الحديد. اتبنى المبنى ده في 6 شهور واتزق للمفاعل. فيما بعد بسبب حصل تآكل المفاعل برضه بدأ ياكل فخ خرسانة، فعملوا لجأوا إن هم يعملوا قوس حديدي من الفولاذ بالكامل هيعيش لغاية 100 سنة، وتحته فيه روبوتات بتفك المفاعل واحدة واحدة. بمناسبة الملاجئ، مش بتلاحظ إنه في صواريخ بتنزل في أماكن معينة ما بتعملش وراها تدميرات كبيرة بالحجم المتوقع؟ تفتكر عشان دي مسرحية؟ في غرب فلسطين مثلا، غرب فلسطين، انت فاهم انا قصدي ايه؟ غرب فلسطين او دوله الكيان، الموضوع هناك مش رفاهيه، ده قانون. من 1992 تم سن القوانين ان كل بيت لازم يكون فيه غرفه مؤمنه بالكامل من الخرسانه والفولاذ زي ما قلنا من بدري، واسمها مماد، حوائط خرسانيه مسلحه من 25 ل 30 سم وابواب من الفولاذ ونظام تهويه مستقل، لغايه ما خلوا العمارات خطه دفاعيه متكامله. وكمان عندهم قانون واكواد بناء تخلي العمارات مقاومه للصواريخ والهجمات الجويه. الاكواد الهندسيه هناك بتستخدم في البناء الهولو كونكريت بلوكس، ودي عباره عن مربع مفرغ من جواه مبني بالخرسانه المسلحه. بالمناسبه احنا في مصر وفي الدول العربيه احيانا بنستخدم الهولو بلوك بس تبقى سيمنت اسمنت مش خرسانه. الخرسانه هي ماده اقوى وتستحمل اكتر للهزات الارضيه. من ضمن الاكواد ان الواجهه الاماميه للمبنى لازم تستحمل زلزال بشري او صاروخ جانبي. واصبح في توصيات لتكبير سمكات الحوائط عند المدن الحدوديه لتصل الى متر ونص. سمك الحيطه في العادي بيبقى 25 سم، تخيل متر ونص. طبعا كل ده لضمان مقاومه مباشره لهجمات الصواريخ. واكيد ملاجئ ضخمه في المناطق الحدوديه اللي هي غرفه المماد اللي قلنا عليها. اكواد البناء بتحمي من الزلازل الارضيه والبشريه، بتبني بيوت مؤمنه ولكن بسعر كبير جدا جدا جدا. كل اللي قلناه ده كان اغراض الحكومات والشركات لامان الناس من النووي او القصف الجوي او من القنابل، هي محاوله لحمايه الشعب من خطر ممكن يكون موجود في اي وقت. لكن الحقيقه في مكان ما على سطح الارض مكشوف وواضح جدا بدون ملاجئ وبدون عمارات. في قطاع غزة الوضع مختلف، البيوت هناك بتتبني وتتهد بس مش بسبب الزلازل الطبيعية، بسبب الزلازل البشرية المقصودة. كل حيطة في غزة فيها قصة صمود، وكل سقف في غزة تحته دعاء مش للمطر، دعاء ضد القنابل. المهندس هناك والعامل بيشتغل في الأنقاض، كل مرة بيبدأ من الصفر. الحقيقة غزة مش محتاجة ملاجئ، غزة محتاجة ضمير عالمي وعدالة، وضمير ما يتجزأش وما يخافش من الظلم، وعدالة ما تخافش من الحقيقة. ادعي لاخواتك في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي ليبيا والسودان وفي اليمن، وما تنساش ملناش الا بعض في الاخر. الحلقة دي عمرها ما هتوصل وتتشاف الا لو عملت لها شير. ما تنساش تعمل لنا لايك لو عجبتك، ما تنساش تعمل لنا كومنت لو عايز تسألنا في سؤال. كنت معاكم محمد فريد، وده معماريين.